السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سهير ومودي، والنهاردة ان شاء الله هنعمل فيديو جديد. اتمنى ان كده الفيديو يعجبكم. ما تنسوناش في اللايك والشير. عندنا هنا هنعمل بوريك بالجبنة. مكونات بسيطة وموجودة في كل بيت. لو اول مرة تشوف الفيديو ما تنسيناش تفعل الجرس ولايك شير. تعالوا معانا كده نشوف المكونات. بسيطة وموجودة في كل بيت. عندنا نص كيلو دقيق، عندنا معلقتين لبن بودر ورشة ملح، عندنا معلقة صلصة، عندنا معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة خل، عندنا كوباية زبادي، مية للعجن، ربع أقل من ربع كوباية زيت، أقل من الربع. وأنا عملت الخميرة على أساس ما تاخدش وقت مننا. معلقة سكر على معلقة خميرة، وهي خمرت اهي عشان ما تاخدش الوقت منكم، نكسب وقت. وادي الخميرة اهي خمرت زي ما انتوا شايفين. مادام خمرت كده يبقى ايه الخميرة بتاعتنا كويسة ونبتدي نشتغل بيها. لو ما خمرتش ما تشتغليش بيها. نسمي الله كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونقول دعاء كده: يا رب يشفي كل مريض، يا رب ارحم أمواتنا جميعا يا رب. نسمي الله كده ونصلي على الرسول. أول حاجة هنجيب المواد الجافة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط البيكنج باودر، نجيب معلقة، البيكنج باودر كده. هنحط معلقة الخل، هنحط اللبن البودر والملح اهو زي ما انتوا شايفين. نقلب ده كله كده مع بعضه. هنحط هنا معلقة الصلصة، كوباية الزبادي، كله بدرجة المطبخ، ما نكونش نجيبها من التلاجة ونبتدي نعمل بيها، لا، طلعوها قبلها وتشتغلوا بيها اهو. حط الزيت، حط الخميرة اهو زي ما انتوا شايفين الخميرة عاملة ازاي اهي. بسم الله ما شاء الله عليها. نشتغل بقى بايدينا كده عشان مش هينفع نشتغل بالمعلقة. نسمي الله كده اهو. هنعجن انا هعجن واوريها لكم بقى بعد ما ايه اخلص عشان ما اضيعش وقتكم. ودلوقتي بعد ما احنا عجناها زي ما انتوا شايفين اهو، حطيت لها شويه زيت من تحت معلقه ومن فوق اهي زي ما انتوا شايفين اتعجنت اهي. هسيبها بقى تخمر اغطيها كويس عشان في الشتاء بتاخد وقت. سيبها لما تخمر واوريها لكم بقى لما تخمر ان شاء الله. ودلوقتي بعد ما خمرت زي ما انتوا شايفين اهو اهي، بسم الله ما شاء الله عليها اهي عجينة طرية وجميلة ما بتلزقش اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هوريكم واحدتين كده. انا حطيت هنا زيت
ودهنتها، دهنت الصاج زيت اهو زي ما انتم شايفين. هاخد حتة عجينة كده صغيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. هحط فيها حتة ايه، جبنة اهو زي ما انتم شايفين، وهقفل عليها. القفلة هتكون من تحت، شايفين الشكل اهو. هحطها في الصاج اهي. هعمل واحدة تاني وانا اكمل. ناخد حتة جبنة زي ما احنا شايفين اهو، ونقفل عليها كويس جدا، ونخلي القفلة دي من تحت كده اهي. شايفين الشكل اهو. انا هكمل واوريهولكم. ودلوقتي بعد ما خلصنا، شايفين الكمية اهي زي ما انتم شايفين اهو. خمرت اهي، خمرت اهي. بصوا العجينة بتاعتي. ماشي، يلا هندهنها بيض او حبة حليب صغيرين. عايزة تحطي حليب حاضر خدي. عايزين تعملوا بحليب وهنا حليب وقهوة سريعة الذوبان زي ما انتوا عايزين. عايزين تعملوا ببيضة اعملوا زي ما انتوا عايزين. هندهن كده بالراحة اهو زي ما انتوا شايفين كده. بصوا العجينة بتاعتي عملت فيها ايه؟ كنت بعمل لوحدي يا مريم، جيتي ليه دلوقتي؟ تمام، انت تيجي في الوقت الايه المناسب يعني اهو زي ما انتوا شايفين كده. قفشتك خلاص. بعد ما تخلصي دي ادهن بتاعتي. حاضر يا مريم، يا مريم يا جميلة. بعد ما تخلصي ادهن بتاعتي. انا اوريهم بس ندهن اول صاج، وانا ادهن الصاج التاني وادخلهم الفرن على نار عالية كده اهي. وبعد كده هنخلص. ماشي هنخلص وانا وانت. قولوا لهم ما تنسوناش بقى في اللايك والشير. قولوا لهم تلزق في ايديا. طب قولوا لهم يلا ما تنسوش اللايك والشير. سهير وايه؟ سهير ومودي. الله يرحمه مودي مات. خلاص. شفتي مودي مات ازاي؟ طيب ماشي. هنا هنحط حبة البركة زي ما انتوا شايفين. شايفين الشكل؟ والله العجينة يا حبايبي زي الملبن، عجينة جميلة زي الملبن. عجنتها انا كويس، فالعجينة تحفة. شايفين اول صاج عامل ازاي؟ انا هخلص الصاج التاني اهو واوريهولكوا بقى بعد ما يتخبز بقى ان شاء الله. بعد ما احنا خلصنا، شايفين الكمية طلعت قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله عليها. شايفين من نص كيلو عملنا قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله عليه، وهش وجميل. شايفين الشكل عامل ازاي؟ تحفة. اتمنى ان الفيديو يعجبكم. ما تنسوناش في اللايك والشير. سهير ومودي. شايفين؟ اتمنى كده تعملوا لنا لايكات كده كتير اهو. ما شاء الله عليه اهو زي ما انتم شايفين. تحفة. شايفين الشكل عامل ازاي؟ وبصوا اهو شايفين عامل ازاي؟ جميل اهو. شايفين اهي الجبنة جواه اهو
منتهى الجمال وهش وحلو. متنسوناش بقى في اللايك والشير. سهير ومودي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتقولي لهم السلام عليكم ورحمة الله. قولي لهم بقى اعملوا لنا لايك وشير. اعملوا لنا لايك وشير. سهير وايه؟ سهير ومودي. قولي لهم اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.